حد كتب لي تعليق كده وبيقول لي ليه الشركات لغت البطارية القابلة للإزالة. بصراحة السؤال ده وراه سبب مش واحد، وسبب منهم هيخليك تقول أيوة كده أنا فهمت. خلي بالك الفيديو ده ممكن يغير نظرتك للموبايلات اللي في إيدك. يلا بينا نقول بسم الله. زمان كانت البطارية بتتشال. ليه؟ زمان الموبايلات كانت بسيطة، ما فيهاش مقاومة للمية، ما فيش شحن سريع ولا مكونات معقدة، فكان سهل تشيل البطارية وتغيرها وخلاص. طيب السبب التاني، طيب ليه اختفت؟ الشركات لغت البطارية القابلة للإزالة علشان 4 أسباب مهمين. أول سبب، الموبايلات بقت أرفع، أقوى، مقفولة كويس، وده ساعد إن الموبايل يبقى مقاوم للمية والاضطراب. وتاني سبب، إن البطارية الثابتة بتدي أمان أكتر، شحن أسرع، ومساحة أكتر للمكونات. تالت سبب، وده اللي محدش بيقوله، الشركات عايزاك تغير الموبايل مش البطارية، يعني عمر البطارية يقل تفكر تشتري جديد. ورابع سبب، تقيل الأعطال والدعم الفني، لأن البطارية قبل الإزالة كانت سبب مشاكل كتير. طب هل ده في صالحنا ولا ضدنا؟ بصراحة في صالح التصميم والشكل، وضد المستخدم شوية، يعني راحة أكتر للشركات وتعب أكتر علينا إحنا. طيب دلوقتي بقى قولي بصراحة، شايف قرار إلغاء البطارية قبل الإزالة صح ولا كان لازم تفضل؟ ولو عندك سؤال ليه عن أي حاجة في الموبايلات، ليه الموبايل بيسخن، ليه البطارية بتضعف، ليه مفيش شاحن في العلبة، اكتب لي سؤالك في التعليقات وأوعدك أعمل له فيديو لوحده مخصوص. ولو لسه مش مشترك اشترك دلوقتي عشان الفيديو الجاي ممكن يكون سؤالك أنت. وبس كده، سلام.